بالنسبة اللي جيلنا فالمسحراتي صورة ما بيكتملش رمضان من غيرها. طول الشهر بنسمعه وهو بينادي على أسامينا واحد واحد، وبنستناه يوم العيد عشان ياخد العيدية اللي هي أجر الشهر كامل. وكانت متعة ما بعدها متعة، خسارة إنها قربت تختفي. السؤال بقى هو إزاي ظهر المسحراتي في مصر؟ يلا اعملوا لايك وشير ويلا بينا نعرف الحكاية. ظهر المسحراتي في مصر لما لاحظ الوالي العباسي عنبسة ابن إسحاق إن الناس ما بياخدوش بالهم من ميعاد السحور. يقوم الراجل يتطوع بالمهمة دي ويمشي بنفسه من مدينة العسكر لمسجد عمرو بن العاص في الفسطاط وينادي ويقول: عباد الله تصحروا فإن في السحور بركة. ولما جه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أمر الناس إنها تنام بدري بعد صلاة التراويح، وخلى جنوده يمروا قبل الفجر يخبطوا على أبواب البيوت عشان يصحوا الناس للسحور. وفي العصر المملوكي كانت مهمة المسحراتي هتختفي لولا إن الظاهر بيبرس عين ناس مخصوصين للشغلانة دي. بعد كده بقى ظهرت الطبلة كنوع من التطوير للمهنة. المستشرق الإنجليزي إدوارد لين بيقول عن المسحراتي في كتاب ليه عن عادات المصريين إن المسحراتي بيبدأ جولاته في العادة بعد منتصف الليل، وبيمسك طبلة صغيرة في ايده الشمال، وفي ايده اليمين بيمسك عصاية صغيرة او حتة جلدة، وبيمشي معاه ولد صغير ماسك قنديل عشان ينور له الشارع، وبيضرب المسحراتي على الطبلة 3 مرات، وبعدين ينادي على صاحب البيت وافراد الاسرة فرد فرد ما عدا الحريم. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسلام. وحد الله يا أميرة تالية، اصحى يا دكتور أنس، اصحى يا مستشار عمر. وحد الله يا أميرة تالية، أنت ودكتور أنس ومستشار عمر. اصحي يا أميرة تالية، أنت ودكتور أنس، الله يزيدك كرم ويجعل لياليك من ليالي البيت والحرم. وانت طيب اسفين على القلق ولا يهمك. يا بعد انا اسف مش هنسى تاني. ربنا يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام.